حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ايه ده يا ام وليد؟ في ايه النهارده بقى؟ حد حافظ على السفر؟ اهو حد حافظه؟ يا شباب ممكن نتجمع. يلا كله سامعني؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وإنا إلى ربنا منقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى والعمل على ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. إن شاء الله يبقى يوم جميل علينا كده كلنا إن شاء الله وخفيف إن شاء الله. عايزين نبقى كلنا مع بعضينا كده واحدة واحدة على الهادي. ها شغل لنا التسجيل يا حاج. اخواتنا المسيحيين يا جماعة يرددوا الصلاة بتاعتهم بقى على كابتن هبة. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بكل شكر ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا ان لك القوه الى الابد امين. امين. ايوه طب يا مع نوران الجامعه. نوران انت بتجمعي كوينات؟ خليها 5 جنيه. اي حد معاه يا جدعان كوين يطلعوا بعد اذنكم. هنلعب لعبه كده بسيطه مع بعض. انا عايزه 5000 جنيه. قص الشقي 5000. هنسال اول سؤال كده بالصلاه على النبي 10 جنيه. ايه؟ ما معايا برضه. طب تعالى سؤال اللي دفع جنيه هياخد 10. اول سؤال ب 10 جنيه. نركز مع بعض. نركز مع بعضينا. اللي هيجاوب صح هياخد 10 جنيه. الناس الاورجنايزر ركزوا مع الناس عشان يشوفوا مين اول واحد هيجاوب. لا مش ما تجاوبش. السؤال ما سمعناهوش. ما انا لسه ما قلتش. يلا ركز يلا. ما هو الشيء الذي يوجد في السماء واذا ضفنا عليه حرف اصبح شيء موجود في الارض؟ تمساح. ايه ده؟ ايه هي الحاجه اللي في السماء لو حطينا لها حرف؟ الله ينور. سقفوا لها بقى. دفعت كام؟ جنيه؟ تاخد 10 جنيه. دفع 5 جنيه. بس كويس. تاني سؤال يا جماعه ب 5 جنيه. يلا. علي صوتك عشان اسمعك. ايه ده بقى؟ ايه هي الكلمه؟ كله سامعني؟ ايه هي الكلمه اللي بيرددها كل سكان العالم؟ نزلوه. يا شباب بعد اذنكم. انت ضدك كل مسابقات؟ كله سامع؟ ما هو الشيء الذي يتحدث كل لغات العالم؟ ايه هي الحاجة اللي بتتكلم بكل لغات العالم؟ تليفون. لا 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 لا. ايه هي الحاجة اللي بتتكلم كل لغات العالم؟ لا ما كنتش بتكلم. لا هو ممكن احنا لا تلفزيون. لا حلوه دي. صدى الصوت. خد انت بقى 3 جنيه. خد انت 3 جنيه. لا صدى الصوت. هو السؤال الجاي ب 15 جنيه. ماشي؟ السؤال الجاي ب 15 جنيه. كله سامع؟ ايه هي الحاجة اللي نصها بيقتلك ونصها بيحييك؟ سمسم يا وليد. السمسم يا وليد. سمسم. اه لا والله مش السمسم. كلها سم كلها سم يا بنتي. سمسم. ثواني معلش ثواني عشان ما اعرفش السؤال كامل بس. حاجة بتشوفها وما ينفعش تلمسها ونصها الأول بيموتك ونصها الثاني بيحييك. لا قربتي. كهرباء. لا حاجة بتشوفها وما ينفعش تلمسها. السماء. أمي يا جدعان. أمي كذبت يا جدعان والله ما دي حاجة. السماء نصها سم ونصها الثاني ماء. سماء. والله ما حصل. السؤال الجاي ب 7 جنيه. يلا.
ما هو الشيء الذي له 4 أرجل ولكن لا يستطيع المشي؟ الكرسي الكرسي الكرسي. هي الإجابة حاجة تانية بس هي الإجابة مقنعة. الكرسي والله. أيوه هي إيه؟ هجاوب خلاص. الحاجة اللي 4 أرجل ما تعرفش تمشي. الكرسي. مين اللي جاوب الأول طيب؟ طب ايه اللي جايبك؟ خلاص بقى عشان ندي فرصة للإخوان. على فكرة. مين اللي جاوب الأول؟ تعالى نقرا الصورة. 7 بس هتفتحها مثلا انا جبت الاول. خدي يا براش. ايه؟ أنا يقول له الحاجة اللي ما تمشيش كويس غير لما تاخد على دماغها. الراجل. تعالى تعالى. أنا شايفه. ايوه مظبوط. حد حافظ الصورة تيجي ولا؟ حد حافظ حاجة ولا؟ يا عم يقول اللي جنبه يلصص. لا السؤال ده عشان فزورة. 46. عمر السواق كام؟ 40. عندي كام سنة؟ ايوه لا انا اديك 23. يا جماعة هنعمل سؤال تاني. السواق بتاعنا السواق يا جماعة نفهم السؤال. انا مش باقيين في الباص هو ده عمر السواق. سواق لو انت سواق العربية فيها 40 شخص سقف الممرين يا جماعة. الممرين. انت بقى سواق ما انت سواق. ايوه عمر السواق دي ايه؟ انت عندك كام سنة؟ جميل قوي وكان الطريق حلو قوي رغم ان احنا يعتبر ان احنا قضينا اكتر وقت في الباص لان طبعا احنا بننتقل من مكان لمكان. في بص زي ما احنا شايفين كده دي مامة احنا من تيم العجل رأس وبيت مفيش زي ما احنا شايفين كده كبير وصغير كله سن واحد. كان يوم جميل قوي. وهنا دخلنا الفيوم خلاص فنزلنا اول حاجة على قرية اسمها قرية تونس دي احنا فطرنا فيها وقعدنا شوية صغيرين خالص وبعدين ابتدينا نطلع على الأماكن اللي احنا رايحين نزورها. الفيوم بلد جميلة قوي. أنا يمكن برضو كنت رحتها مرة كانت رحلة تبع المدرسة وأنا صغيرة ودي تاني مرة بالنسبة لي. فأنا مش عارفة ليه حاساها إن هي بدو قوي أو عرب مش عارفة حاسة إن هو الطبع السيناوي فيها يعني وكده حتى الأغاني بتاعتهم والموسيقى بتاعتهم. هنا وصلنا للقرية اللي هي بتاعت تونس اللي احنا هنفطر فيها. زي ما احنا شايفين كده البنات قدامي اللي هو من تيم العجل ودي الأستاذة نوران طبعا غنية عن التعريف لأنها طلعت كذا لقاء في التلفزيون. فاحنا هنا كده دلوقتي طالعين على المكان اللي احنا هنفطر فيه. في المكان دوت هي قرية عاملة زي الريف العربي او نسخة مصغرة من الريف العربي. احنا طالعين هنا الدور التاني علشان خاطر هيقدموا لنا الفطار. كان عبارة عن فطير مشلتت وعسل وجبنة بالقوطة وجبنة قديمة كلها في زي ما احنا شايفين كده هم 3 علب بس الفطيرة مدرية شوية بصراحة فطير كان خطير. فطير عسل وجبنة قديمة وجبنة بيضة بالقوطة. بعد ما خلصنا نزلنا بقى رحنا مكان اللي هي عند بحيرة هارون تقريبا ايوه بحيرة هارون واخدنا هناك مركب ومشينا شوية فيها في البحيرة زي ما احنا شايفين كده. الشباب معانا اهو ربنا يحميهم يا رب ويصلح حالهم. هو طريق الباص نزلنا على اول الشارع واضطرينا نمشي المسافة دي كلها علشان خاطر ناخد المركبة اهو زي ما احنا شايفين كده. تحس ان هي صورة مش حقيقية. طبعا خدناها انا كان نفسي اصورها اهو صورت جزء صغير لان انا عندي فوبيا شوية من البحر فكنت خايفة. بعد ما خلصنا طلعنا بقى من بحيرة هارون على اللي هو الشلالات. احنا دلوقتي رايحين في اتجاه الشلالات. اكتر مكان اتبسطت فيه هو الشلالات عشان خاطر طبعا ميه وهوا بقى وكانت القعده هناك جميله قوي خصوصا ان كان في استراحات. احنا كده داخلين على الشلالات. انا بوريكم المنظر كلها صحراء. الكافيتيريا اللي انا مصوراها دي اللي احنا نزلنا فيها الباصات كلها بتنزل فيها.
بس القعده تحس ان المكان بدائي قوي، بس القعده فيه ممتعه يعني زي ما احنا شايفين كده، مش حاجه اللي هي واو، حاجه بسيطه قوي بس اتبسطت فيها قوي. مش لازم الحاجه تكون على احدث طراز عشان تتبسط فيها، لا بالعكس، زي ما احنا شايفين كده كراسي خوص وهي كلها خوص في قلب بعضها، يدوبك بس الجدران بس هي الطوب. لكن بصوا الروح الجميله، الشباب والبنات اللي ماسكه الطبله دي بنتي، هي دي اللي وراها اهو. ايه الجو الجميل ده اللي كنا عاملين الشباب دي، حاجه حلوه قوي. اتبسطت اكتر من مش عارفه يعني، اتبسطت قوي من كتر جمال اليوم، ما كانش عايزاه يخلص، بس كل حاجه وليها وقتها. زي ما احنا شايفين كده الشباب والبنات بيدخل الهبه. بصوا انا مش حاسه ان في سن، كلهم زي بعض، كبير صغير كلهم صغيرين. طبعا كان بلعب في الجامعه، كان هو طبعا والمتاح دي ام بنوته في التيم، كأننا نعرف بعض من 100 سنة، مع اننا اول مرة نشوف بعض. التيم كله كان مرحب بأولياء الأمور، كانوا كلهم معانا كده كأنهم ولادنا، كلهم ولادنا فعلا. دي بنتي هي بتحب الطبلة، هي متعرفش اصلا في الطبلة، هي اول مرة تمسك الطبلة، وزي ما انتوا شايفينها كده بتبقى محترفة في نفسها. هي بتعشق الطبلة بس نفسها تتعلم عليها، ودي اول مرة تمسك طبلة والله الطبلة. كنا مبسوطين قوي. هنا بقى خلصنا القعدة في الاستراحة، وبعدين اللي عايز يشرب شاي شرب، واللي عايز يشرب قهوة شرب، والضحك والرقص واللعب، ودلوقتي رايحين على الشلالات. انا اللي شفته في المكان ده، صناعة الخوص بتتميز في الفيوم، يعني زي ما احنا شايفين كده الاستراحة كانت عاملة ازاي. ودلوقتي كمان كان واحد قاعد بالفخار والأعمال اليدوية اللي هي بالخوص، يعني زي ما انتوا شايفين كده الفخار والقلال والطواجن. وده كان راجل جميل قوي، ده اللي كان بيبيع الشيلان، كمان الشيلان اللي احنا هنلبسها، وكمان كان بيبيع الحاجات اللي انتوا شايفينها دي، فخار والقلال واللي هو الشنط والعياشة والحاجات اللي كمان بالصدف اللي هي القواقع والحاجات دي اللي كانت موجودة. بس انا بصراحة كانت الشمس ضربة زي ما انتوا شايفين، الشمس مش سايبة حتة في المكان الا لما هي موجودة فيه. زي ما احنا شايفين دي انتيكات بقى وحاجات بقى زي ما احنا شايفين كده، وسلاسل والله انا ما وقفتش على التانية دي، بس بصراحة اللي شدتني الحاجات اللي انا بصورها دي. ودي تربو والله، واسعار رخيصة مش غالية. وفي اللي هو على دي اللهم صل عليك يا نبي، اللي هي بنشرب فيها المجات. ودي بقى حاجات بقى الانتيكات دي بقى حاجات بسيطة كده، والشيلان وزي ما احنا شايفين كده كان جو جميل قوي، بس تحس ان هو بدوي قوي، يعني قالب على بدوي قوي. والطواقي بس بصراحة الشمس كانت مفرطة قوي في اليوم دوت، بس كانت تحس فيها ان هي مش حامية، يعني فيها نسمة هوا. دي الحاجات اللي كانت عند عم محمود. هنا بقى احنا عند الشلالات، يعني احنا كده واقفين عند الشلالات، منظرها جميل قوي، يعني منظرها جميل قوي. بس
زي ما احنا شايفين كده الحته اللي انا نازله دي منها متحضره، كنت خايفه ان انا اقع في قلب الميه كده. زي ما انتم شايفين شلالات الميه نازله ومتجهه للبحيره، يعني هي كده الميه في اتجاه نازله على البحيره. بلد جميله قوي، قعدت فيها وقت بس اتبسطت. ده الجبل اللي عملوا فيه السفاري، ده المكان اللي عملوا فيه السفاري. وفي ناس كانت بتطلع فوق المرتفعات دي، ودي القعده بقى طبعا زي ما انتم شايفين كده. واحد قاعد بشاي، وطبعا لازم السماعات، وبعدين ده العشاء. احنا كده رجعنا على قرية تونس الثاني اللي احنا فطرنا فيها، اتعشينا فيها. وكان في مكان كمان من الجبل بيتزحلقوا فيه على الرمل، بس بصراحة انا كنت استويت من الشمس ما صورتهوش بصراحة، بس ضحكنا كتير في المكان ده. بعد كده كده هنا بقى اتعشينا، وطبعا الولاد مش عايزين يمشوا، ده المفروض كنا مشينا من بدري، لكن الولاد زي ما انتم شايفين كده كانوا مبسوطين وعمالين يشغلوا اغاني ورقصوا وضحكوا. وكمان بعد ما رقصوا وخلصوا كان في قعدة اسمها قعدة الشاي اللي هو اسمه الزردة. عملنا شاي هناك اسمه الزردة، شربناه. بس انا بصراحة نسيت برضه اصوره من كتر مجهود اليوم، كنت خلاص فصلت طبعا.